فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. باب الغضب للموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال رحم الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا الناس بيانه عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومه. فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن بهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان ابن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد بن المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن شاء ربها فأدها إليه. قال فضالت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتها وقال حتى احمر وجهه. فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالت قال لك ولأخيك ولذيب قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن لا قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال آخر فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل يغفر الله لنا ولكم ويختم لنا ولكم بالخير والسعادة. يغفر الله لنا ولكم ويختم لنا ولكم بالخير والسعادة. يغفر الله لنا ولكم ويختم لنا ولكم بالخير والسعادة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علمك صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكك. اللهم إنا نسألك بذاتك وصفاتك وجميع أسمائك ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك بحق القرآن وآياته والحديث والرواة وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وابي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى على جميعهم وكل من له وجاه عندك. ألا تدع علينا في مقامنا هذا ذنبا إلا ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا خائبا إلا آمنته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مسلما مسافرا إلا بلغته لأهله فرحا مطيعا فائزا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها بيسر وعافية برحمتك. وأن تغفر لنا ولوالدينا وأشياخنا وأن تغفر لنا ولوالدينا وأشياخنا وأن تغفر لنا ولوالدينا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع قرابتنا نسأل الله وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما فيه حضر فلسطين شوي. سلاما دائمين بدوام ملكك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت دعونا عباسين فقال إني ثم رجوانا وصاحبي هذا في صاحب مسلح سأل السبيل إلى لقيه. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبوي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى عليه السلام في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله تعالى إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى
فكان موسى يتبع مدار الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي وارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قصه الله في كتابه وما قص الله في كتابه. متعلق بالآخر اللي في الحديث. باب فضل من علم وعلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا محمد بن مسلمة عن بريد بن عبد الله يا نبي بركة عن نبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أشادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يرفث به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان معه طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال رحمه الله قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الباري عن أبي التياح عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يضيع نفسه. قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد من بعدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبير قال حدثني الذي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال وما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب الهتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد في حجة الوداع من الناس يسألونه فجاءهم رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهو قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأمر بيده قال لا حرج. وقال حلقت قبل أن أذبح فأمر بيده ولا حرج. قال رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حماد عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرش. قيل يا رسول الله وما الهرش؟ فقال هكذا بيده فحرفها كل كأنه يريد القتل. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي وقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء بين الناس قيام قال سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها نعم فقمت حتى علاني الغش فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وإثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء
من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل؟ وأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أسماء